بسم الله الرحمن الرحيم. طبعًا عايز أبدأ النهارده بالزمالك الحقيقة، الزمالك وجمهور الزمالك الحقيقة، يعني جمهور الزمالك جمهور عظيم الحقيقة، ألف مبروك للزمالك وألف مبروك لجمهور الزمالك، واللي عملوه امبارح الحقيقة كان ملحمة، خصوصًا في ال7 دقايق الأخيرة بعد طرد محمد صبحي، ومش عايز يعني أقسو على حد، لكنه محمد صبحي لاعب مستهتر. لاعب ما يستحقش ان هو يلعب اساسي في الزمالك، وما يستحقش انه يلعب الماتش ده. معتمد جمال الحقيقه تحس ان هو كان عايز يقلد الاهلي امبارح، يعني بيلعب بزيرو مش في مكانه، بيلعب محمد صبحي بعد تألق مهدي سليمان وانضمامه للمنتخب. يعني انت مبدئيا ده لعيب انضم للمنتخب، انت بتقعده احتياطي يعني. يعني مش عايز اتكلم الحقيقه على الاخطاء الفنيه، لكن مبروك للزمالك ومبروك لجمهور الزمالك. جمهور الزمالك 7 دقايق الاخيره في الماتش ملحمه غير عاديه وتشجيع غير عادي وحميه وبيقول للعيبه اقفوا رجاله وما ينفعش نخسر يعني اي شوطه من بره 18 على فكره على سيف الجزيره كانت هتيجي جول. اي شوطه لو وقفوا على حدود 18، اي لاعب من اوتوهو ده شاط شوطه على سيف الجزيره هتيجي جول. لكن ما حصلش كده. ليه ما حصلش كده؟ لان جمهور الزمالك يستحق الفرحه. جمهور الزمالك جمهور عظيم. مبروك للزمالك، مبروك لجمهور الزمالك، واتمنى انه الزمالك ياخد الكونفدراليه وده هو يستحق. واتمنى كمان على فكره يعني انه الزمالك الحقيقه حق ربنا يستحق الدوري كمان بظروفه دي ومشاكله وجمهوره العظيم اللي واقف بيسانده. حق ربنا يستحق. لا بيراميدز ولا الاهلي يستحقوا السنه دي اي حاجه.